يعني من دقيقه كده 15 الزمالك استحوذ على الكوره، والزمالك بقى هو الاخطر، وتتلعب الكوره يا راجل حلوه. لسه بقول لحضراتكم من 5 دقايق الزمالك هو الاخطر وهو مش عارف ايه. باسم مرسي رد عليا على طول في الدقيقه 21 يحط باسم مرسي يحط في الدقيقه 21 من زمن الشوط الثاني هدف التقدم حتى الان. الراجل المدرب ده هو يعني نقدر نرفع له القبعه. هو قال لك نلعب بالمصري. ايه المصري؟ ارمي الحريفه. ادي ايمن حفني وادي باسم، ولما نزل مصطفى فتحي فك شويه على ايمن حفني، ولما نزل خالد قمر فك شويه. وراسل الملعب وليد فرج وهشام ابو خليل، وضربه حره مباشره تخبط وتروح ناحيه الشمال هناك على طول، وتتلعب الكره عرضيه وهدف التعادل. هدف التعادل جيمس يجيب هدف التعادل. وفرحة ما بعدها فرحة. جيمس يحط هدف التعادل في الدقيقة الثانية. جيمس في الدقيقة الثانية وقت بدل ضائع يتعادل بتروجيت مع الزمالك بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. بص حضراتكم، تتلعب الكورة تخبط وترد هنا ناحية الشمال. مجهود كبير من بتروجيت، يرفعها على طول سامح شوشة، تنزل عملها حلوة قوي. يعني جيمس تدي عملها حلوة قوي. بص حضراتكم، لفها على طول، ما اداش فرصة. جيمس ما اداش فرصة خالص، وكان صاحب العملية دي كلها حسن عبد العزيز.